السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الشهداء، السلام على فلسطين، السلام على كل القادة العظام. يشرفني باسم الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله وكافة أعضاء الحكومة الذين كانوا زملاء رفاق أصدقاء للأخت المناضلة الأخت ربيحة ذياب التي يشرفنا اليوم وبكل حزن وبكل أسى أن ننعى هذه المناضلة إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم. هذه المناضلة التي أمضت حياتها في خدمة الوطن والشعب والقضية، مقاتلة فدائية في صفوف الثورة الفلسطينية، مناضلة خلف أسوار السجون وأشباح القضبان، حتى أصبحت عضوا في الحكومة الفلسطينية، فكانت نموذجا للوزيرة للإنسانة المناضلة، لمن تدافع في كل لحظة عن حقوق هذا الشعب المناضل المكافح العظيم، تدافع عن المرأة الفلسطينية وتدفع ثمن الحرية للإنسان الفلسطيني والحرية للمرأة الفلسطينية، وساهمت بشكل كبير في مأسسة وقوننة حقوق المرأة الفلسطينية. هذه المناضلة التي احتضنت الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وناضلت وكانت فدائية شديدة البأس في صفوف ثورتنا وفي صفوف حركة فتح وفي صفوف الحركة النسوية وفي صفوف الحركة الأسيرة الفلسطينية. نعم، نقف اليوم جميعا أمام هذا المشهد المهيب ونحن نودع هذه المناضلة التي ارتحلت عنا، ولكنها تسكن في قلوبنا ما حيينا، لن تخرج من ذاكرتنا. هي التي حرست الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وكانت مناضلة متقدمة كل الصفوف. إننا باسم الحكومة الفلسطينية نتقدم بأحر العزاء وأصدق مشاعر المواساة لأسرتها، لذويها، ولكل شعبنا الفلسطيني الذي يشعر الآن بالخسارة الكبيرة لفقدان هذه القامة العالية، هذه القامة الوطنية التي كانت وأصبحت وستبقى رمزا من رموز النضال الوطني الفلسطيني في الوطن وفي الشتات وفي كل العالم، حيث حملت اسم فلسطين واسم المرأة الفلسطينية في كل المحافل الدولية. وشكرا لكم والسلام عليكم.